حلقة النهاردة هنتكلم عن 5 نهايات في السينما المصرية استفزتني جدا، وانا ما كنتش عايز الافلام دي تنتهي بالنهايات دي. اول فيلم من الافلام دي هو فيلم تم انتاجه في سنة 2012، وهو فيلم المصلحة من بطولة احمد عز واحمد السقا. فيلم المصلحة هو بيعتبر التعاون الوحيد ما بين احمد عز واحمد السقا، والفيلم ده بالتأكيد لما اتعرض في السينمات حقق نجاح كبير جدا في شباك التذاكر. بلغني ان المدام تعبانة شوية، قلت اجي اطمن عليها بنفسي. اللي بلغك ضحك عليك. نايمة، وطي صوتك. انا مؤاخذة. والفيلم ده احداثه بتدور في اطار اكشن تشويقي. ما ننكرش ان فكرة الفيلم ده حلوة جدا، والحوار كان مكتوب بشكل كويس برضه وشكل عصري كده وحلو، وطبعا كادرات ساندرا نشأت وكل حاجة حلوة في الفيلم. مش هنتكلم عن الجانب ده خالص، احنا بنتكلم عن نهاية الفيلم دلوقتي. انا مع النهاية المفتوحة وكل حاجة، وانك انت تسيبنا ما نعرفش اي حاجة، ولكن الفيلم ده كانت قفلته ما عجبتنيش كده. انا كنت شايف ان لو قفلته كانت نهاية مقفولة كانت هتبقى افضل. ليه؟ لان انت هنا مش عارف ايه اللي هيدور بينهم في السجن، او لو انت بتمهد لجزء تاني بقى دي حاجة تانية. يعني الفيلم ده انا بصراحة في انتظار جزء تاني منه، لان انا محتاج اعرف ايه اللي هيحصل بين سالم وبين حمزة في السجن، وهل سالم هياخد حق اخوه ولا لا. كل دي اسئلة بتيجي في دماغي وانا عايز اعرف، فعشان كده كانت مستفزة بالنسبة لي شوية. تاني فيلم معانا هو فيلم دم الغزال في سنة 2005 من بطولة نور الشريف ومنى زكي. شخصية جابر عميش ليه تموت في الفيلم؟ ده سؤال انا يعني نفسي اعرفه بصراحة من ساعة ما شفت الفيلم ده. يعني الشخصية دي كانت ممكن عادي تعيش وتكمل في الفيلم، والفيلم هيبقى حلو والله، والنهاية هتبقى كويسة، ولكن الشخصية دي استفزتني جدا لما ماتت في نهاية الفيلم. وبالمناسبة الاستاذ نور الشريف كان دوره جامد جدا في الفيلم ده طبعا، يعني اكيد نور الشريف دوره هيكون جامد في الفيلم. يعني الفيلم اللي بعد كده بقى نهايته غريبة شوية ومستفزة، هو فيلم المولد من بطولة عادل امام. طبعا شخصية هيما او بركات او غريب اللي عملهم عادل امام في الفيلم، وهم شخصية واحدة، يعني ما كانش بيلعب كذا شخصية، هي شخصية واحدة بس. هو كان طلع شخص شوية نصاب. لما تتفرج على الفيلم هتفهم كلام. الشخصية دي بقى بالرغم من كل الجرائم اللي هو عملها دي، لكن هو عايش في الاخر عادي، ولا دخل السجن ولا حصل له اي حاجة. ودي برضو كانت حاجة من الحاجات المستفزة جدا في نهاية الفيلم ده. بالعكس، ده هو حتى على العصابة اللي كانت شريرة برضو، يعني هو شرير والعصابة شريرة، والاشرار دول بيحاربوا بعض او بيتخانقوا مع بعض على حاجة ما، تمام؟ وفي الاخر الشر هو اللي بينتصر على الشر التاني. حاجه مستفزه شويه. الفيلم اللي بعد كده بقى نهايته استفزتني شويه، هو فيلم حتى لا يطير الدخان في سنه 1984. قصه الفيلم ده بتحكي عن فهمي عبد الهادي اللي عنده طموح وامال في الحياه دايما ان هو يبقى شخص غني وكده. وكمان في بدايه الفيلم ده بنشوف له مشهد مؤثر جدا قدام اللحمه وهو مش عارف يشتري حته لحمه، ولكن بقى التحويله بتحصل في اخر الفيلم ان الشخص ده بيكون شخص غني بطريقه ما. لما تتفرج على الفيلم برضو او اللي اتفرج على الفيلم هيفهم كلامي. في اخر الفيلم بقى هو بيبقى معاه فلوس كتير جدا يشتري محل الجزارة ده بحاله، بس بيجيله مرض البنهارسيا بيخليه مش عارف ياكل اللحم. مش هي دي النهاية المستفزة اللي انا بتكلم عليها. النهاية المستفزة اللي انا بتكلم عليها ان فهمي عبد الهادي ده في الاخر مات بسبب المرض. موت البطل هنا استفزني، وانا كنت عايز اشوف البطل ده ان هو يكمل حياته عادي. فدي حاجه من الحاجات الحلوه في الفيلم بالتاكيد، ان الكاتب والمخرج قدروا يخلوا فيه رابط بين المشاهد وبين بطل الفيلم ده ويتعاطفوا معاه، بالرغم ان الشخص ده وصل بطريقه غير شرعيه للي هو فيه ده برضه. ولكن الشخص ده انا حسيت ان انا مش عايزه يموت في نهايه الفيلم، ودي كانت حاجه مستفزه بالنسبه لي برضه، ان فهمي عبد الهادي يموت في نهايه فيلم حتى لا يطير الدخان. واخر فيلم معانا واخر نهايه استفزتني في السينما المصرية هو فيلم تيتو في سنة 2004، الفيلم اللي من بطولة أحمد السقا. دايما السؤال ده أنا بسأله لنفسي من ساعة ما شفت الفيلم ده، هو ليه تيتو برضو يموت؟ يعني دي حاجة من الحاجات اللي استفزتني جدا. البطل بعد ما كان شخص سيء في المجتمع، وأول ما حاول يعدل نفسه بقى ويمشي في مسار حلو ومحترم كده هوت، يموت. يعني برضو الكاتب والمخرج عشمونا وخلونا نتعاطف مع البطل ده لأبعد حد، وفي الآخر يجي يحط لك نهاية ان تيتو ده يموت وتنتهي حياته خالص. ليه؟ عشان هو بدأ يمشي في مسار سليم. يعني هل كل شخص مثلا يكون بيعمل حاجة غلط في حياته ويرجع يتوب يكون مصيره هو الموت؟ طب انت كده ما بتشجعش على حاجة حلوة يعني في المجتمع. دي نهاية برضو من النهايات اللي استفزتني جدا، وما كنتش حابب ان تيتو ده يموت في الفيلم. وبعد ما اتعشمت طول الفيلم ده في الاخر لقيت الشخصية اللي انا حبيتها في الفيلم ماتت.
يعني تخيل معايا كده لو شخصية تيتو دي كانت عاشت في نهاية الفيلم، كان الفيلم هيبقى ألطف من كده بكتير، وكانت النهاية هتكون سعيدة. الأفلام اللي احنا اتكلمنا عنهم النهاردة دي هي أفلام مش وحشة، ولكن نهايتها كانت مستفزة بالنسبة لي. إن في أفلام بعد ما تعاطف مع البطل يموتوا البطل، وفي أفلام تانية أبقى أنا محتاج أعرف إيه اللي هيحصل بعد كده، وفي الآخر علقونا وما عملوش جزء تاني من الأفلام دي، زي الفيلم اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول خالص وهو فيلم المصلحة. كل ده بيحصل ليه بقى؟ عشان المخرج عايز كده. ما تنساش لو وصلت لحد هنا في الفيديو تعمل لنا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده قريب جدا هنا على قناه افلام مع يوسف، وسلام.